تعرف إني عدت على مصر فترة كان المصريين بياكلوا لحوم البشر، ولما كان حد بيموت ما كانوش بيدفنوه، كانوا بياكلوه. ومحلات الجزارة كانت بتبيع القطط والكلاب وبأسعار عالية كمان، والناس ما كانتش لاقية رغيف العيش الحاف. كل الأحداث اللي هتسمعها دلوقتي حصلت فعلا، الشدة العظمى أو الشدة المستنصرية بعد موت الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله سنة 427 هجريا. اتولى الخلافة ابنه أبو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي. لا ثواني، ده معد في الوقت ده كان عنده 7 سنين، وفي الوقت ده كان وزير الدولة أبو القاسم الجرجرائي، والراجل ده بقى كان ممشي البلد على عجين ما يلخبطوش ومسيطر عليها. لا ده كمان كان مسيطر على البلاد اللي جنبها. ولكن بقى من الحظ الاسود ان الراجل ده مات سنة 436 هجريا والخليفة عنده 17 سنة. ولكن بقى ام الخليفة اللي كان اسمها رزق قامت بالواجب وزيادة وخربت البلد، وكانت بتغير الوزراء كل يوم تقريبا. ومش بس كده، دي جابت جيش مخصوص يحميها هي وابنها غير جيش البلد، وبعتت جابت 30,000 جندي من السودان. يخرب بيتك، هي اساسا كانت جارية وخلفت من السلطان ابنها معددة. والمهم بقى ان الجيش كان متقسم سودانيين واتراك ومغاربة، والوضع فضل كده لحد ما تعين ابو محمد اليازوري وزير للدولة سنة 442 هجرية. والراجل ده بقى كان شاطر جدا وشايف شغله، والخليفة كان من عادته يشتري ب100,000 دينار قمح وغلة كل سنة، ويقولك علشان لو حاجة نقصت يبقى الخير موجود والتجار ما يستغلوش الموقف ويعلوا الأسعار. لحد هنا كده كويس زي الفل، لحد ما في يوم ما طلعت لهوش شمس كان اليازوري بيلف في السوق يطمن على الأحوال. رجع طيران على الخليفة وهو فرحان وقال له الحق، الخبازين بقوا بيبيعوا ال10 رطل عيش بدرهم، انت بقى ما تشتريش القمح اللي بنشتريه كل سنة ده، ولا هي يعني تكاليف على الفاضي؟ ومن يوميها خزائن الدولة ما فيهاش قمح. والمقريزي بقى بيقول لك في كتاب التعاظ الحنفة بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء إن سنة 444 هجريا منسوب النيل قل، وده طبعا هيأثر على الفلاحين اللي معتمدين في الزراعة على مية النيل، وبالتالي المحاصيل هتقل، وكل ما المحاصيل تقل الأسعار هتزيد. ايه دي الكارثة! ومش بس كده، ده منسوب المية قل تاني سنة 446 هجريا، وقلت الزراعة أكتر والأسعار زادت أكتر لدرجة إن شوال القمح بقى ب8 دينار. لكن الشهادة لله اليازوري ما سكتش، قام سحب كل القمح من التجار اللي غلت السعر، وعمل تسعيرة إجباري ونزل سعر شوال القمح من 8 ل3 دينار. حاول يعمل حاجة صح. وطبعا التجار من قديم الأزل بيستغلوا أي أزمة، فكانوا مدكنين القمح ومش قايلين، بس طبعا لما سعر القمح نزل طلعوا كل القمح اللي شايلينه. ولكن سنة 450 قرر الخليفة انه يعزل اليازوري. ليه؟ ما عرفش، ومات اليازوري في السجن او اتقتل. المهم بقى ان تعين مكانه ابو فرج البابلي اللي جه من هنا، والخراب جه معاه من هنا. انكمشت الدولة الفاطمية وبقت مسيطرة على مصر بس تقريبا، يعني مفيش فلوس بقت بتدخل من البلاد اللي كان مسيطر عليها، وهزايم للجيش وعصيان عسكري سنة 453. وطبعا مع الاضطراب السياسي انهار الاقتصاد، ده حتى اللي معاه فلوس مش لاقي بضاعة، لأن الزراعة ماتت لدرجة إن الناس بقت بتاكل الصبار والنخل، الناس ما بقتش لاقي حاجة تاكلها. ده حتى الخليفة باع ممتلكاته وما تبقالوش غير حصيرة يقعد عليها، والوزراء كانت بتتغير كل يوم تقريبا. ده غير الحرب اللي حصلت بين كتائب الجيش في شوارع القاهرة وانتهت بانتصار الأتراك، وخرج المغاربة سيطروا على وجه بحري والأقاليم، والسودانيين سيطروا على الصعيد وفرضوا الضرايب والإتاوات. والنتيجة إيه؟ الشعب هو اللي مطحون في النص، وكان الحال من سيء لأسوأ. ولكن كل ده كوم، واللي حصل سنة 457 كوم تاني خالص. اتحولت الأزمة لمجاعة، التجار فلسوا والفلاحين مش قادرين يزرعوا، وإرداب القمح وصل 80 دينار. الناس بقت بتسرق الرخام من المقابر، وبقوا بيبيعوا بيوتهم عشان مش لاقيين ياكلوا. المشكلة ان مفيش أكل أصلا، يعني الأزمة ما بقتش غلو أسعار بس، لأن حتى اللي معهم فلوس مش لاقيين ياكلوا، لدرجة ان كان في ست كبيرة كان معاها عقد ب1000 دينار ومش لاقية تاكل، وبالعافية قدرت تبيع العقد وتجيب شوال دقيق.
لكن الناس هجموا عليها وخدوا منها الشوال وما تبقالهاش غير حبة دقيق في ايديها. خبزتهم قرصة وراحت عند قصر الخليفة تولول وتصوت وتقول ادعوا للخليفة اللي بحسن تدبيره القرصة دي وقفت عليا ب1000 دينار. وسنة 462 كانت الكارثة، خلاص مفيش قمح نهائي والناس بدأت تاكل القطط والكلاب، ده حتى محلات الجزارة بقت بتبيع القطط والكلاب وبأسعار عالية كمان. دول عملوا خطاطيف عشان يصطادوا بيها حيوانات وهم قاعدين في بيوتهم، يعني الواحد يكون قاعد في بلكونة بيتهم ينزل الخطاف ياخد قطة ولا كلب يدخل يسلقه وياكله وهو ضميره مرتاح. ولما خلصت الحيوانات جه دور البني ادمين، لدرجه ان الوزير مره كان عند الخليفه وراكن الحمار بره، راحت الناس سرقت الحمار وكلوه. ولما الوزير حقق وجاب الحراميه وعدمهم، راحت الناس خدت الحراميه بعد ما ماتوا وكلوهم. وبقى البيت اللي يموت فيه حد بياكلوه، وبيخطفوا الناس من الشوارع والاطفال ويطبخوها وياكلوها. 1,600,000 بني ادم ماتوا، يا من الامراض اللي انتشرت بسبب اكل لحوم البشر يا بالخطف والأكل. وحتى اللي خلاص ماتوا وارتاحوا كانوا بيتسرقوا من المقابر ويتطبخوا ويتاكلوا، واتسمت مصر بمصر المفترسة. يا دي الكارثة، يا دي المصيبة. طب وبعدين ايه الحل؟ 7 سنين الناس بتاكل في بعض. الحمد لله سنة 466 المستنصر استنجد بوالي عكا بدر الدين الجمالي واداله كافة الصلاحيات وقال له انا هاجي بس برجالتي. وبدر الدين طير رقبة كل قادة الفتنة وأي حد فرض ضريبة ولا قتاوة وأي حد كان سبب في المجاعة، وبنى كسور للري وعفى الفلاحين من الضرايب 3 سنين. طب هيزرعوا ازاي؟ ده مفيش بذور. راح عمل بقى حركة ذكية جدا، جاب المحكومين عليهم بالإعدام ولبسهم لبس تجار ورصهم جنب بعض، وجاب بقى التجار عشان يتفرجوا، ما هو اضرب المربوط يخاف السايب. وجه بقى عند اول واحد من المحكومين عليهم بالاعدام وقال ده خزن البضاعه وقت الازمه، طيروا راسه. وده غلى الاسعار، اقطعوا راسه. وده احتكر البضاعه، اقطعوا راسه. ولما خلص عليهم كانوا التجار بيطلبوا الرحمه، فقال لهم طلعوا بقى كل اللي انتوا شايلينه. وفعلا طلعوا الآلاف من إردبات القمح. إيه يا ولاد اللذينة، يعني الناس بتاكل في بعض وانتم مخزنين القمح. والحمد لله وزع البذور على الفلاحين ورجعت الزراعة تاني والتجارة رجعت تاني والأسعار نزلت. وسنة 470 انتهت الشدة المستنصرية. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.